بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم في قناة الإسلامية المتميز أو يومياتي في مزرعتك. النهاردة الفيديو حلقتنا النهاردة مهم جدا جدا جدا. طبعا يا جماعة انت بيحصل لك وفي مشكلة كبيرة هتكلم عليها قبل اي حاجة، هي مشكلة البكر. الامهات البكر يا جماعة تحاول على قد ما تقدر، مثلا لو انت عايش امهات بكر لسه اول شغل، ما ينفعش تلقح 20 ام بكر في يوم واحد يبقى كلهم بكر. المقصود من الكلام يا جماعة انك تحاول تدخل امهات شغالة معاك. ليه تحاول تشغل امهات شغالة معاك في نفس اليوم اللي البكر بيخش فيه يا جماعة؟ هقول لك السبب. دلوقتي الام ديت لسه بكر، تمام، والام ديت برضو لسه بكر، الاتنين متلقحين في يوم واحد، وطبعا الام ديت شغالة قبل كده. تعال نبص للام البكر والام اللي شغاله قبل كده. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت، الام البكر جايبه عدد كبير جدا، جايبه فوق ال 14 يا جماعه، جايبه 14 15 ارنب زي ما انتم شايفين كده. فاكيد طبعا لازم نعمل ايه؟ تعالى برضو نبص على الام البكر التانية، وده الام البكر التانية يا جماعه اهوت، معاها برضو عدد كبير. طب تعالى برضو نبص على الام اللي شغاله معانا قبل كده. طبعا الام اللي شغاله معانا قبل كده اهو، جايبه 7 كويسين جدا. ممكن نزود لها 2، مفيش اي مشكله. نجيب 2 بقى ايه على قد مقاس، يعني ديت لسه هي اتاخرت يوم بس في الولاده، مفيهاش اي مشكله، مع انهم متلقحين سوا بس مفيش اي مشكله. هنحط 2 على قد دول، دي معاها 7 يبقوا 8 9 بالكتير، كويس اوي. طب ليه يا جماعه ما نلقحش كل البكر في يوم واحد؟ هقول لك ليه. انك لو الام البكر دي جايبه عدد كبير، لان بتبقى هرموناتها عاليه والخصوبه عندها عاليه، فبتضطر تجيب معاك عدد خلفه كبير. في اغلبيه الاوقات الام البكر بالذات بتجيب لك عدد خلفه كتير، فالام اللي بتبقى شغاله معاك وبذله مجهود معاك ممكن تجيب لك 5 6 7 4 على حسب برضه الدنيا ماشيه معاك هنا ازاي. طيب حل المشكله ايه ده يا جماعه؟ انا قلت لك ما تلقحش البكر كله في يوم واحد، لقح 5 بكر او 7 بكر مع 4 مثلا. ايه لو 6 بكر نلقح معاهم 4 امهات شغالين عندنا قبل كده، عشان خاطر نعرف نعمل عمليات تبني. لو انت بقى لقحت البكر كله في يوم، وافرض جابوا لك 9 وفوق ال9 10 واللي جاب لك 11، هتضطر ان انت تعمل تبني ازاي؟ هتضطر انك تستعمل الحقن اليدوي اللي انت تقدر تاكل الاطفال اكن امهم بتاكلهم. طيب تعالوا بينا مع بعض نعمل عملية تبني. طيب دلوقتي نقلنا خلانا الام معاها 9 لان كانت جايبه 14، ونقلنا هنا 2، وهنودي الامهات تانية. دي اقل حاجة مع الخلفة الام، هو العمر سابق يوم بس يا جماعة. طيب والام دي برضو جايبة عدد كبير زي ما انتوا حضراتكم شايفين، برضو هنعمل عمليات تبني وكذلك يا جماعة. طبعا كده عملنا عمليات التبني. منفعش الام دي طبعا ما نتفتش شعر، منفعش انقل شعر من الام ديت احطه للام ديت. ليه بقى؟ طبعا احنا لسه ما قفلناش بيت الولد، فالطبيعي هتجيب شعر من الام دي تحطه هنا، هتبدأ الام هيحصل لها حالة سرج، ممكن تفترس الاطفال او تموته، لان الشعر مش شعر الام. فهي دلوقتي في شعر الام، وهنبدأ نقفل، وتبدأ تقفل الولادة عادي بقى. خلاص قفلت على الام عشان هترضع حبيس، ممكن عادي تجيب شوية شعر وتدفي الاطفال. تبقى غلط كبير، يبقى الصندوق لسه فاتح للام وتروح تجيب شعر من الام التانية وتنقله مع الام دي، يبقى انت كده ما عملتش اي حاجة، ويبقى انت خسرت الخلفة دي. لان مش كل الامهات يا اولاد الحلال حنينة، ولا كل الامهات شديدة. انت بتتعامل بمواصفات كذا ام. احنا كبشر كل واحد له معاملة، وكل واحد له دماغ، وكل واحد له اساسيات. فانت اساسياتك بفهمها لك بالراحة. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك لاخوك، دعم القناة يا جماعة، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.